كنشوف بزاف ديال الناس يتخرجوا في التخصص ديالي باقي شوماج، وحدين اخرين خدامين مزيان. كي داروا ليها؟ شحال من واحد كيتخرج في التخصص ديالك في العام؟ بزاف ياك؟ في نظرك علاش لو ريكريتو غادي يخدمك انت من دون الناس كاملين؟ في هذا الفيديو غندوي واحد المشكل اللي اغلبيه ديال الطلبه ما كيتسوقوش ليه، وهو اللي كيحدد المستقبل المهني ديالك. قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وخلي لي معاك واحد المتابعه. انت خصك تكون مميز ما بين دوك كاملين اللي كيتخرجوا في التخصص ديالك. اول حاجه اللي ما خصناش كاع نهضروا عليها هو تضبط التخصص ديالك وتعرف كاع المستجدات ديالك، زائد انه خاصك تخرج للتيران دوز لي ستاج اما في الصيف واما في العطل. وحتى لازمتي شي عام عمرو بستاجات، حيت في الجامعه كتقرا غير التيوريك، وديما كيكون فرق ما بين داكشي اللي كتقرا في لافاك وداكشي اللي كيبغي سوق الشغل. دونك حاول دوز ستاجات الماكسيموم باش ملي تشد الدبلوم تكون ديجا عندك تجربه في سوق الشغل، ومن بعد خدم على لي سوفت سكيلز. المهارات ولا لي سكيلز كيتقسموا لجوج ديال الاصناف. هارد سكيلز اللي هو التخصص ديالك اللي كتعلموا بالقرايه اللي قلت لكم قبل، خاصك ضروري تضبطوا مزيان. ولي سوفت سكيلز الا ترجمناهم بالعربيه غنلقاهم هما المهارات الناعمه، وهما اللي كيديروا الفرق بينك وبين كاع الناس اللي تخرجوا في نفس التخصص ديالك، حيت الاغلبيه كيكونوا مزيانين في التخصص. اذا كيبقى الفاصل هو لي سوفت سكيلز. اللي خايب في هاد لي سوفت سكيلز هو انه صعاب تعلمهم في مده قصيره، عكس لي هارد سكيلز اللي ساهلين تعلمهم غير بفورماسيون ولا ستاج. داكشي علاش خصك تعطيهم وقتهم على اتساع وتخدمهم من دابا وتدخلهم في العادات اليوميه ديالك. واحد الدراسه دارتها جامعه هارفارد بينات بلي 85% من نسبه النجاح في شي خدمه كتعتمد على المهارات الناعمه ولا السوفت سكيلز، و5% هي اللي كتعتمد على الهارد سكيلز. هاد المهارات ما غاديش يعاونوك غير الا بديتي تخدم ولا توظف عند شي واحد، ولكن حتى الا بغيتي دير المشروع ديالك وحتى في حياتك اليوميه. ودابا اجي نعرفوا شنو هما هاد لي سوفت سكيلز وكيفاش غادي نتعلموهم. اول حاجه اللغات، سواء الفرنسيه سواء الانجليزيه، وهذا من اكبر المشاكل اللي كيعانيو منهم الطلبه اللي كيتخرجوا. اذا الا حليتي هذا المشكل راه كتضرب واحد الشوط كبير في انك تخدم. باش تعرف كيفاش تعلم اي لغه وغير في الدار، حطيت لكم فيديوهات كيشرحوا هذا الشيء بالتفاصيل. من بعد اللغات خصك تخدم على التواصل. مهارات التواصل مهمه بزاف، يعني خصك تكون اجتماعي وتعرف تتواصل مع كل واحد على حسب الشخصيه ديالو، سواء كنتي تخدم مع الناس سواء كنتي دير المشروع ديالك. حيت الا عندك هذه المهاره غادي تحل بزاف ديال المشاكل اللي غادي يواجهوك. وحتى الريكريتور الا شافك اجتماعي وكتهضر مزيان انت خدام مليح، حيت ما غاديش تلقى مشكل في انك تندمج مع وسط الشغل ديالك. خاصك تكون عامر عندك فاش تهضر خارج الدومين ديالك، يعني الثقافه عامه. مثلا كتلقى واحد التخصص ديالو هو ليكونومي غيبقى يهضر معاك غير في ليكونومي، اون فوا تخرج على هذا الدومين ما غادي يكون كيعرف حتى شي حاجه. حيت هذا النوع كيكون منعزل وكصعب عليه يبني علاقات داخل الخدمه ديالو. تكون كتقرا الكتوبه، تكون عارف اخر الاخبار، تكون عارف فين وصلوا الناس في بلايص اخرين. المهم تكون اجو. وحتى الفن والثقافه، ويكون عندك شي حوايج كديرهم خارج اوقات العمل. ونزيدك مهارات اتخاذ القرارات، مهارات البحث عن عمل، التدبير المالي، وزيد. ودابا اجي نقول لك بعض الطرق اللي غيخليوك تضبط هاد لي سوفت سكيلز. اول حاجه هو العمل الجماعي، حيت كتعتبر من احسن المدارس اللي تقدر تطور فيهم راسك، خصوصا في التواصل، حيت كتلاقى مع الناس بزاف وخصك تتعامل معاهم كاملين وتلاقي لهم الحل المشاكل ديالهم. وحتى هاد الانشطه عندهم تاثير ايجابي على النفسيه ديالك. الانشطه الموازيه حتى هما كيلاقيوك مع الناس مختلفين، كتناقش معاهم، كتدافع على الافكار ديالك وتقنعهم، كتحمل المسؤوليه وتعيش تجارب جديده مع الوقت. وكاينين شي انشطه اللي غادي يعاونوك بزاف باش تحيد الحشمه، مثلا بحال المسرح. العروض اللي كيداروا في القسم كيعتبر من احسن الطرق باش تولي متحدي توعر وكتسمع مزيان، كتحكم في لغه الجسد ديالك وكتوصل الفكره بطريقه مختصره ونفاتح مع التواصل مع الناس. وما عمرك تخاف تجرب شي حاجه جديده، حيت ضروري غتعلم منها شي حاجه. كما قلت لكم قبل، لي سوفت سكيلز صعيب تعلمهم، عطيهم الوقت باش يعطوك. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي لي كومونتير وقول لي المشكل عندك في قرايتك باش ندير عليه فيديو.